كاين شي مواضيع كتقراها في الكتب ومواضيع ما كتفهمهاش حتى كتعيشها. الخدمة في الميدان عندها وجه آخر، الوجه اللي ما كيبانش في الصور ولا في التقارير، ولكن كيتعاش كل نهار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة بعين المجرب. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع كيعيشوه بزاف ديال الناس اللي خدامين في المسؤولية، ولكن قليل اللي كيهضر عليه بصدق. الموضوع هو بين الواجب والإكراه. فالواجب إخواني أخواتي هو واحد الكلمة اللي كتحمل بزاف ديال المعاني، كتعني الالتزام، الإخلاص وتحمل المسؤولية. ولكن في الميدان الواجب ما كيبقاش غير واحد المفهوم اللي هو نظري، ولكن كيولي واحد الاختبار اللي هو يومي بين ما كتحس به في الضمير ديالك وبين ما كتعيشو في أرض الواقع. أي إنسان كيلبس بدلة أو كيتكلف بشي مسؤولية كيعرف أنه مطالب بالقيام بالواجب ديالو، ولكن السؤال واش كل مرة كتكون قادر؟ واش كل مرة الظروف كتعاونك؟ لأن الواقع كيعلمنا أنه بين الواجب والإكراه كاين فرق صغير ولكن كبير في المعنى ديالو، وهذا الفرق هو اللي كيبين اللي خدام بالنية واللي خدام تحت الضغط. كنتفكر واحد النهار جات تعليمات باش نوقفوا الطريق ونفتشوا السيارات. هذا إجراء أمني عادي، الهدف منه حماية الناس وضمان السلامة، ولكن في الواقع الناس ما كيشوفوش الصورة من نفس الزاوية. كيجيك واحد زربان، واحد مريض، واحد باغي يوصل لخدمته، كل واحد والمبررات ديالو، وكل واحد كيشوفك بطريقته. شي كيشوف فيك السلطة اللي كتعرق له الطريق، وشي كيشوف فيك الواجب اللي كتحمي به البلاد. وفي وسط هذا التناقض كتلقى راسك محتاج لواحد التوازن اللي هو دقيق ما بين التطبيق والتفاهم. خاصك تطبق القانون بحزم ولكن بقلب إنسان، وخاصك توقف السيارة وتفتش وتشرح السبب وتفادى الاستفزاز. وهنا كيبان الفرق بين اللي خدام بالعقل واللي خدام بالحرف. القانون واحد ولكن التطبيق كيتبدل حسب الشخص، حسب الروح، وحسب كيفاش كتفهم الواجب. كاين نوع آخر من الإكراه، ماشي خارجي ولكن داخلي. كتكون مثلا عيان، ما نعش مزيان، ولا عندك مشكل عائلي، ومع ذلك خاصك توقف وتكون مركز ومبتسم وخدام. الناس اللي قدامك ما كيعرفوش شنو كتعيش، ما كيسولوش شنو كاين خلف الستار، هما كيشوفوك كممثل للمؤسسة. واخا الداخل ديالك طالع نازل، خاصك تبقى واقف حازم مطمئن. وهنا كيبان الثقل الحقيقي ديال الخدمة العمومية، أنك تكون إنسان ولكن مطالب تبقى رمز، تعيش تناقض بين المشاعر ديالك الخاصة وصورتك المهنية. وهنا بالضبط كيتلاقى الواجب مع الإكراه. كتسول راسك واش أنا فعلا خدام بقلبي أو لا غير مجبر لأن هذه خدمتي. اللي تعلمته من السنين إخواني أخواتي هو أن الفرق بين الواجب والإكراه كيتحدد في النية. إلا شفتي الخدمة كعبء، كل مهمة غادي تبان عندك إكراه، ولكن إلا شفتيها كرسالة فكل تعب غادي يولي معنى.
الإكراه ماشي غير ضغط. الإكراه بعض المرات هو واجب مغطي بالصعوبات، والواجب ماشي سهل، ولكن اللي كيقوم به بإخلاص كيرتاح الضمير ديالو قبل ما يرتاح في نهارو. الناس كتشوف رجل السلطة أو الموظف أو العسكري، ولكن قليل اللي كيشوف الإنسان اللي وسط هذا اللباس هذا. إنسان عنده هموم، عنده خوف، عنده تعب، ولكن كيعاند باش يبقى واقف. وهنا كاين الواجب الحقيقي اللي ما كيتكتبش في الوراق، ولكن كيتقاس في الصبر وفي الإحساس بالمسؤولية. بين الواجب والإكراه كاين واحد الخط رفيع، خط اللي ما كيعرف قيمته غير اللي عاش الميدان. ماشي كل أمر إداري سهل يتنفذ، وماشي كل قرار مفهوم للناس، ولكن اللي خدام بنية صافية غادي يوصل، لأن الضمير هو البوصلة اللي توريك الطريق. وفي النهاية الخدمة ماشي فقط أوامر، هي رسالة فيها تعب ولكن فيها فخر. واخا الطريق تكون شاقة وصعيبة، كيبقى الحلو فيها هو أنك عارف علاش كتخدم. اللي شاف الميدان بعين المجرب كيعرف أن الواجب ماشي ديما اختيار، ولكن الإخلاص ديما قرار. الوصية إخواني أخواتي، راه الخدمة ماشي ديما سهلة، وكاين أيام كتكون فيها كتحارب مع الوقت ومع الأعصاب ومع نفسك قبل أي واحد آخر، ولكن في وسط هاد الزحمة هادي ما تنساش علاش بديتي، ما تنساش القسم اللي عاهدتي عليه راسك، ولا النظرة ديال الناس اللي كيعتمدوا عليك. دير الواجب ديالك، ولكن بلا ما تقتل روحك، وخدم بإخلاص، ولكن ما تخليش الإكراهات تمحي الإنسانية ديالك. اللي خدم اليوم راه غادي يرتاح غدا، ولكن اللي ظلم اليوم راه غادي ينعس على ضمير ما غاديش يرتاح. واخا الطريق صعيبة، خليك ديما في الصف ديال الواجب، وما تنساش الواجب كيتخدم بالقلب ماشي بالعصا. وفي الختام إخواني أخواتي، راه ماشي سهل تكون في الميدان، تعيش بين الواجب والإكراه، بين الخدمة والمسؤولية، بين الضغط والانتظار. النهار كتخدم والليل كتسهر، وديما كتحط الوطن قبل الراحة. ومن بعد هاد السنين كلها، هاد التخبطات وهاد التحمل والشدة والبرد والحر، كيجي وقت التقاعد، وهاد اللحظة اللي خاص الواحد يعيشها مرتاح مرفوع الراس، ويحس أن كل دقيقة من عمره ما ضاعتش هباء. خاص الدولة والمجتمع وكل واحد فينا يعرف أن داك الإنسان اللي وصل للتقاعد ما جاش بالسهل، راه قصة ديال تعب والتضحية والصبر ما كيتعاودوش في حلقة واحدة. وإلا بغى شي واحد يسمع الحكاية كاملة، خاصو يسهر معاهم الليل ويعيش الميدان لحظة بلحظة. اللي خدم يستاهل يرتاح، واللي مازال في الميدان خدم قلبك، ولكن ما تنساش نفسك، لأن النهار اللي توصل فيه التقاعد خاصك تقول براحة الضمير أديت نصيبي من العطاء، ودابا جاء وقت الراحة. تحياتي لكم، وخليكم ديما واعي.